طيب ركز معايا، كله ركز بقى خلاص. احنا المره اللي فاتت بدانا نشرح ايه؟ شابتر 4 كان بيتكلم عن ايه؟ او الهيد لاين بتاعه كان اسمه ايه؟ ايه؟ كان الفلويد كايناماتكس او الديناميك فلويد. بدانا نتكلم عن الفلويد ولكن ما بقاش ساكن، بدا ايه؟ يتحرك معايا. طيب معلش كده تعال نسترجع شويه ذكريات. اول حاجه يا باشمهندس انا بدات احط لك شويه مصطلحات لازم تبقى عارفها وتبقى عارف احنا بنلعب على انهي مصطلح. اول حاجه يعني ايه كلمه ستيدي ستيت فلو او كلمه ستيدي فلو؟ مش فاكر؟ ماشي. قال لك يا باشمهندس يعني معنى كده ان التغير بتاع الخاصيه بالنسبه للتايم كان بيساوي ايه؟ زيرو. يعني معنى كده يا باشمهندس قلت لك لو انا عندي بايب بالشكل دوت والبايب دي داخل فيها فيلوستي معينه، الفيلوستي دي مثلا ب 2 متر بير سكند. قلت لك انت قاعد عمال تحسب عند السكشن ده الفيلوستي. تعالى بعد ساعه، تعالى بعد ساعتين احسب الفيلوستي عند نفس السكشن هتلاقيها برده بكام؟ ب 2 متر بير سكند. يبقى معنى كده ان التغير بتاع اي خاصيه بالنسبه للزمن بيساوي زيرو، الخاصيه مش بتتغير اصلا مع الزمن. قال لك طيب ده الستيدي فلو. قال لك طب يعني ايه كلمه انستيدي؟ قال لك تغير الخاصيه بالنسبه للزمن ايه؟ doesn't equal ايه؟ زيرو. يعني الفيلوستي هنا عند السكشن دوت بعد ساعه او بعد ساعتين هتبدا تتغير مع الايه؟ مع الزمن. فاكر الكلام ده؟ طيب بعد كده بدانا نخش على الجزء بتاع الكومبريسبل او الانكمبريسبل. يعني ايه كلمه كومبريسبل؟ قال لك هو قابل للانضغاط وكان بيأثر على انهي بارامتر عندي؟ كانت الرو بالظبط. قال لك الرو بتاعتي هل هي كونستانت ولا فاريبل؟ قال لك في حاله الكومبريسبل فلو معنى كده ان الرو بتاعتي بتتغير على حسب انا هضغط قد ايه. قال لك طب كلمه انكمبريسبل فلو معنى كده ان الرو بتاعتي بتساوي ايه؟ كونستانت. حد عنده مشكله في الكلام دوت؟ قال لك لا. طب باشمهندس احنا بنشتغل عندنا في الشابتر ده على ايه؟ قال لك انت بتشتغل على الستيدي ستيت فلو مع الانكمبريسبل فلو. يعني انت طول شغلك ان الرو على طول كونستانت وعلى طول مفيش تغير مع الزمن عندك لاي خاصيه. في مشكله دلوقتي؟ طيب باشمهندس بعد كده بدات احط لك تو ايكويشنز مهمين جدا في الداينامكس. اول حاجه اسمها الكونتينيوتي. كانت بتقول ايه؟ افتكر شويه معلش. قال لك كانت بتقول ان الكيو ان بتساوي الكيو اوت، وطلعنا ان الكيو دي هي عباره عن ايه؟ الفلو ريت اللي هي بتساوي ايه في ايه؟ الاريا في الايه؟ في الفيلوسيتي. خلي بالك من الكلام دوت، ما هو هيسال في الميد ترم يا اما هيسال هنا يا اما هيسال هنا، او التوتال انرجي لاين، مفيش حاجه ثانيه هيجيبها. قال لك طيب يعني معنى كده يا باشمهندس لو انت عندك بايب بالشكل ده كده وعندك هنا كيو 1 وعندك كيو 2 وعندك كيو 3، قال لك يا باشمهندس احسب لي مثلا الدايمتر هنا بكام؟ ومديك الدايمتر هنا والفيلوسيتي هنا، مديني الدايمتر هنا والفيلوسيتي هنا. اجيب دي ازاي؟ بالظبط هتقول ان كيو 1 اللي هي الكيو ان بتساوي الكيو 2 بلس الكيو 3، وتبدا تغير الكيو بتساوي اريا فيلوسيتي 1 اريا فيلوسيتي 2 اريا فيلوسيتي 3، ومن هنا تجيب الاريا ايه؟ الاريا 3، ومنها تجيب الدايمتر 3. في مشكله في الكلام ده؟ قال لك لا. طيب باشمهندس البرنولي ايكويشن كانت بتقول لي ايه؟ قال لك التوتال انرجي بيساوي التوتال انرجي. يعني ايه كلمه توتال انرجي وانا بلعب اصلا على ايه؟ قال لك انت فرضا انك بتلعب على بايب بالشكل ده وعندك بوينت 1 هنا وبوينت 2 هنا، هتقول ان توتال انرجي 1 بتساوي توتال انرجي 2. ايه الانرجي اللي بتاثر على البوينت دي؟ كان عندك 3 صح؟ ايه هم؟ اول حاجه البوزيشن انرجي، ثاني حاجه الكايناماتيك انرجي، ثالث حاجه والبريشر انرجي. قال لك يعني هنبدا نحول التوتال انرجي لحاجه اسمها البريشر هيد، الفيلوسيتي هيد، البوزيشن هيد. قال لك يعني البي على الجاما بلس الزد بلس الفي سكوير على ال2 جي، كل ده بيساوي برضو البي على جاما بلس الزد بلس الفي سكوير على ايه؟ على 2 جي. وحط بس هنا وحايد وحط هنا اتنينات. وقلت لك في الحاله دي يا باشمهندس انت شغال ايديال ولا ريل؟ ايديال فلو. قال لك ما دام ما فيش هنا الهيد لوسز يبقى انت شغال بالايديال ايه؟ الايديال فلو. في مشكله دلوقتي؟ قال لك لا. طيب باشمهندس لو انا شغال ريل فلو، لو انا بلعب على الريل هعمل ايه؟ هقول بس ان التوتال انرجي 1 بيساوي التوتال انرجي 2 بلس ايه؟ الهيد لوسز كانت بتقسم عندي لحاجتين ايه وايه؟ الفريكشن لوسز، وكانت ايه تاني؟ افتكر بالله عليك. حسسني ان انا قلت اي حاجه المره اللي فاتت. كان اسمها حاجه، كان اسمها لوكال لوسز. قلت لك الفريكشن لوسز نتيجه الفريكشن او الاحتكاك مع البايب.
اللوكال لوسز دي كانت نتيجه حاجه اسمها السادن ديس، لو انا كنت بقول لك سادن ديس صح؟ قلت لك لو انت عندك الاريا كانت صغيره ومره واحده كبرت كده، في لوسز هتحصل عند القطاع دوت، دي اسمها لوكال لوسز عشان بتحصل عند بوينت معينه. هتلاقي مره واحده التوتال انرجي لاين مره واحده عند البوينت دي هبط هبطه وبدا يكمل تاني. صح ولا مش صح؟ قال لك طيب الكلام دوت لو انت كبرت القطاع او لو انت برضو صغرت القطاع بالشكل ده، قال لك برضو هيحصل لوسز عندي نتيجه الفلو ستريم بتاعتي. قال لك برضو هتلاقي ان التوتال انرجي لاين هبط هبطه كده ونزل برضو. الهبطه دي هي الهيد لوسز اللوكال في النقطه دي. في مشكله دلوقتي؟ حد عنده مشكله؟ طيب قال لك عشان تستخدم اصلا البرنولي ايكويشن ليها شويه اشتراطات. فاكر اشتراطات الباسكال؟ كان بيقول ايه باسكال؟ ايوه هوموجينيوس وايه؟ وكونتينوس وايه؟ وستاتيك. طب هنا برضو هيبقوا برضو نفس الحاجه. يا باشمهندس انا الاشتراطات بتاعت برنولي اول حاجه كونتينوس، تاني حاجه هوموجينيوس، وتالت حاجه اكيد مش ستاتيك لان انا مش شغال ستاتيك. قال لك الشرطين بتاعك لازم يبقى السائل بتاعك او الفلويد بتاعك كونتينوس، تاني حاجه يبقى هوموجينيوس. يعني لو انت شغال على ووتر يبقى على طول مع الووتر. لو هنا بقى في اويل مثلا ما ينفعش تقول لي انا هطبق برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 وبتوين بوينت 2 جوه الاويل، مش حقك. تمام؟ في مشكله دلوقتي؟ طيب انا بدات ارجع لك على الكلام دوت عشان ناخد اكزامبل بسيط كده نسترجع بيه شويه المعلومات. بص الاكزامبل ده بيقول لك اكزامبل 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا عندي ووتر ميه موجوده في تانك كبير، فوق الميه دي شويه هواء، الهواء دوت هو هواء مضغوط بقيمه كام؟ 50 كيلو نيوتن بير متر سكوير. قال لك انت فوق عند سطح الميه ضاغط بقيمه 50 كيلو نيوتن بير متر سكوير. قال لك ومن الميه دي طلعت بايب، والبايب دي طلعت لفوق وعملت النافوره الجميله دي، النافوره اللي موجوده في مول العرب او مول مصر او اي مول كبير. قال لك كل اللي هو عاوزه، هو عاوز يحسب لي الاتش بتاعتك بتاعه النافوره هتبقى كام متر. ما هو انا لازم احسب الاتش بتاعتي دي هتبقى كام متر عشان اشوف النافوره مناسبه بالنسبه لي ولا لا. قال لك هعمل ايه؟ اولا هطبق برنولي صح؟ طيب انت هتطبق برنولي عشان تجيب الاتش ديستانس، هطبق برنولي بتوين 2 بوينتس. مين ال2 بوينتس بتوعي؟ الايه؟ اخر نقطه هنا صح كده؟ هسميها مثلا دي نقطه 2 وهسمي نقطه هنا برضه نقطه ايه؟ 1. ليه يا باشمهندس اخترت نقطه 1 هنا ونقطه 2 هنا؟ بالظبط انت عارف عن نقطه 1 اولا كل حاجه، انت عارف بريشر، عارف الزد بتاعتك بكام والفيلوسيتي اصلا بكام؟ بزيرو. مش قلنا لو تانك كبير يبقى الفيلوسيتي بزيرو؟ قال لك طيب وليه خدتها عند اخر بوينت فوق خالص؟ قال لك منها على طول 1 هجيب الاتش على طول، وعارف كمان ان البريشر بكام؟ بزيرو، وعارف ان الفيلوسيتي بزيرو. انت هتجيب عند اخر نقطه ميه هتطلع لفوق وتقف وتنزل تاني. فاهم حاجه؟ فالفيلوسيتي بكام؟ بزيرو. لو انت كنت جبتها هنا كانت هتبقى الفيلوسيتي بزيرو؟ حلو قوي. يبقى انا هقول يا باشمهندس ان انا هابلاي اهو برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 اند بوينت 2. حلو. يلا يا باشمهندس تعالى نطبق. انا شغال دلوقتي ايديال كيس. طيب هقول له ايه؟ هقول له والله البي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير اوفر 2 جي، كل ده بيكوال بي 2 على جاما والزد 2 والفي 2 سكوير على ال 2 جي. مفيش اي مشكله في دول صح؟ قال لك طيب باشمهندس ينفع تعوض؟ هو البي 1 على جاما، البي 1 بكام؟ هنا النقطه دي البريشر عندها بكام؟ 50 كيلو نيوتن بير متر سكوير. اكتب 50 اضربها في كام؟ في 1000 واقسم على 9 8 1 0. كل ده بلس الزد 1 بكام؟ على حسب الديتم فين. لازم انت تحدد الديتم. قال لك انا مثلا هحدد الديتم هنا اهو ده الديتم، وحقك تستخدم الديتم في اي حته بس تفضل ثابت طول المساله. قال لك طيب الديتم هنا يبقى الزد بكام؟ ب2. قال لك بلس الفي سكوير على 2 جي بكام؟ بزيرو. قال لك كل ده بيكوال البي 2 على جاما بكام؟ بزيرو. البريشر على النقطه اللي فوق خالص بزيرو. طيب بلس الزد 2 اتش بلس الفي سكوير على 2 جي بزيرو. قال لك حلو قوي يا باشمهندس. يعني من هنا على طول اروح اجيب الايه؟ الاتش. قال لك هتساوي كام؟ هتساوي 7.1 متر. قال لك يبقى معنى كده ان النافوره بتاعتك هتطلع فلو قيمته او الارتفاع بتاعه 7 متر. يعني الحته الكليرنس دي بكام؟ ال7 ناقص ال4 3 متر بوينت 1.
كويس كده؟ طيب باشمهندس ده اول مطلوب عندك خلصته. المطلوب الثاني بيقول لك ما تجيب لي بقى الفيلوسيتي بتاعت الميه بتاعتك دي جوه البايب. عشان تبقى عارف حاجه برضه، هو ليه مثلا بيطلب فيلوسيتي؟ انت دلوقتي في خيالك ان دي نافوره، انا عايز اودي الموضوع في الحقيقه، دي نافوره، ليه مثلا انا عرفت الاتش، ليه يطلب فيلوسيتي عند النقطه دي؟ قال لك انت لازم تطلب فيلوسيتي عند البايب دي عشان تعمل ديزاين للبايب، لان احنا بنعمل ديزاين للبايب في فيلوسيتي مينيمم وفي فيلوسيتي ماكسيمم، فلازم اجيب الفيلوسيتي وابدا اقارنها بين المينيمم والماكسيمم. ده في الحقيقه. هنا في المثال تعرف تجيب الفيلوسيتي ازاي؟ هعمل برنولي صح؟ ما بين مين ومين؟ نقطة هنا؟ ممكن من هنا. ممكن من هنا صح؟ من أول نقطة طلعت من البايب. تمام؟ قال لك لأن بعد كده الفيلوسيتي هتقعد تقل بناء على الجرافيتي فورس صح؟ قال لك هي أول نقطة هتطلع من البايب يبقى دي هسميها بوينت 3 مثلا. وهقول له والله أنا هأبلاي بتوين بوينت 1 and بوينت 3. طيب بوينت 1 هي نفس الانرجي دي، فيها مشكلة؟ هي هحطها هنا اهي. قال لك والله انا عندي 50 في 1000 على التسعة 8 1 0. قال لك بلس 2 كل ده بيساوي. هنا نقطة 3 البريشر عندها بكام؟ البريشر بريشر عند النقطة بتاعت الهواء دي خلاص طلعت بزيرو، متعرضة للبي اتموسفير يبقى بزيرو لو انا شغال بالبي جيج. قال لك طيب الزد بكام؟ ب4 صح؟ طيب الفي سكوير على 2 جي انا محتاجها، يبقى كل ده هيساوي 4 بلس الفي سكوير على ال 2 جي. تعرف تجيب الفيلوسيتي؟ خلاص المسألة بقت سهلة. قال لك هتساوي كام؟ 7.795 متر بر ايه؟ بر سكند. قال لك تاني مطلوب يا باشمهندس عرفته. لا هي دي الفيلوسيتي اللي ماشيه في البايب مش ماكسيمم. ماكسيمم دي بناء على الكود بيقول ايه؟ واحنا بنيجي نصمم بقى بايبس يعني. طيب انا عايز البريشر في الهوريزونتال بارت اوف بايب، عايز البريشر هنا في الهوريزونتال بارت في الحته دي، البريشر بكام؟ برضه مهم بالنسبه لي البريشر اعرفه لان انا عندي رينج مينيمم وماكسيمم، لان لو البريشر زاد عن الحد المطلوب هيفجر الماسوره صح ولا مش صح؟ قال لك طيب ما تجيب لي البريشر عند النقطه دي واسميها نقطه 4 مثلا، فيها مشكله؟ اعمل برنولي بتوين بوينت مين ومين؟ 1 و4 صح؟ قال لك تعالى نلعب ما بين 1 وما بين بوينت 4. والله انت في بوينت 1 انت عارف سبحان الله كل حاجه اهو على 9 8 1 0. قال لك بلس الاثنين بتساوي البريشر عند النقطه دي انت عارفه؟ لا انا محتاجه اللي هو البي 4 على الجام بلس الزد بكام؟ الزد النقطه دي عديته صح يبقى بايه؟ بزيرو بلس الفي سكوير على 2 جي. قال لك ما دام انا عندي نفس الدايمتر يبقى نفس الاريا يبقى نفس الفيلوسيتي، يبقى ممكن هنا اقول دي في 3 بتساوي فيلوسيتي 4 واروح اعوض بيها هنا على طول 7.795 كل ده سكوير اوفر 2 في 9.81. من هنا يا باشمهندس تعرف تجيب البي 4؟ قال لك هعرف اجيبها هتطلع ب 39240 39240 نيوتن بير متر سكوير بروز. وبكده يا باشمهندس يبقى جبت البريشر عند الهوريزونتال بارت. حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله؟ اللي عنده مشكله قول، امتحانك بعد يومين. عشان عارف البريشر عندها بصفر، انما جوه البايب انا ما اعرفش البريشر بكام بس كده. طيب ركز بقى معايا، ركز معايا. انتوا شايفين الرسمه دي؟ شايفينها حلو صح؟ اعتبرها رسمه حلوه. طيب ركز بقى معايا. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك دلوقتي تعالى ناخد اول ابلكيشن على معادله برنولي. ايه بقى اول ابلكيشن عندك؟ اول ابلكيشن عندك حاجه اسمها الاورفس. الاورفس دي يا باشمهندس هي زي فتحه جوه تانك. زي فتحه جوه ايه؟ تانك. وقال لك في الابلكيشن ده انت عايز تجيب الفيلوسيتي، ولكن الفيلوسيتي ريليتد بالاتش بتاعتك، بالارتفاع بتاعك، بارتفاع التانك بكام. دوت ليه؟ قال لك والله عشان اول ما تشوف كلمه اورفس او اول ما تشوف التانك بالكرايتيريا دي بالاسامبشنز بتاعتك دي تجيب ان الفيلوسيتي بتساوي كذا. اعمل ايه يا باشمهندس؟ طبق مين؟ مفيش غيره، ما هو انت ما عندكش غيره دلوقتي. قال لك انا هطبق برنولي بتوين بوينت 1 وبتوين بوينت ايه؟ 2 صح؟ قال لك بوينت 2 دي بيقول لك ايه؟ تعال نطبق برنولي بتوين بوينت 1 وبوينت 2. بوينت 2 دي يا باشمهندس انا ليه خدت عند بوينت 2؟ والله عشان اجيب الفيلوسيتي 2 اللي انا محتاجها اصلا. قال لك تعال دلوقتي نابلاي برنولي ايكويشن
بتوين بوينت 1 وبوينت ايه 2. انت اتكلم بقى بي 1 على جاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير على ال 2 جي، عادي جدا بتساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. باشمهندس البي 1 بكام؟ البريشر عند النقطه دي بزيرو. البي 2 بكام؟ بزيرو. الزد 1 قال لك بص لو انا خدت هنا الديتم هقول والله ان الزد 1 هي الاتش صح؟ اقول له ماشي، يبقى الزد 1 هي مين؟ الاتش بلس الفي 1 سكوير بزيرو اهي. قال لك طيب كل ده بيساوي الزد 2 بكام؟ بزيرو. الفي 2 سكوير على 2 جي محتاجها صح؟ قال لك يبقى معنى كده يا باشمهندس ان الفيلوسيتي اهي ركز بقى بتساوي جذر 2 جي اتش بروز. وحقك جدا تستخدم العلاقه دي على طول، مش لازم تقول له برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 اند بوينت 2 تقعد تشتغل. حقك تقول له والله الفيلوسيتي بتساوي جذر 2 جي اتش. ولكن في مشكله انك تبقى فاهم انك عشان تستخدم القانون دوت في شويه اسامبشنز انت حاططها. اولها ان البريشر 1 بيساوي بريشر 2 بيساوي 0. يعني والله لو الحاجه دي زي المثال اللي فات لما كان في شويه اير ضاغطين على الووتر، هل ينفع معاك العلاقه دي؟ ما ينفعش. قال لك تاني حاجه انت واخد الديتم عند الاورفس صح ولا مش صح؟ قال لك انت واخد الديتم عند الاورفس، يعني ما تروحش يقول لك مثلا ان دي ب 4 متر وتقول له والله جذر 2 جي اتش والاتش بتساوي 4 متر. قال لك لا يا باشا، هيديك مثلا دي ب 1 متر قول له لا الاتش والله هي من اول الاورفس لحد مين؟ سطح الميه اللي هي بكام؟ ب 3 متر. قال لك طيب. قال لك ثالث اسامبشن انت برضه فرضه مهم جدا جدا ان برضه ده في حاله الايديال ايه؟ الايديال فلو صح ولا مش صح؟ لان انت دلوقتي ما حطيتش هيد لوسز هنا خالص. قال لك طب يا باشمهندس معلش ما تبدا تشتغل على الريل. ايه اللي منعك؟ والله يا ابني ما في حاجه منعاني، انا لما اجي اشتغل على الريل هيبقى هنا مين؟ الاتش عادي صح؟ اهو بتساوي الفي سكوير على ال 2 جي بس بلس ايه بس؟ هيد لوسز. زودت هيد لوسز هنا كده انا اشتغلت بالايه؟ بالريل. قال لك طيب باشمهندس ساعتها الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ قال لك جذر كبير اهي 2 جي بس الاتش بتاعتك اتش ماينس اتش لوسز بس كده. قال لك حلو يا باشمهندس، يبقى انا دلوقتي جبت كام فيلوسيتي؟ 2 اهو. الفيلوسيتي دي يا باشمهندس بتسمى الفيلوسيتي ثيوريتيكال، لان انت قايل انها في حاله الايديال ايه؟ فلو. قال لك انما الفيلوسيتي دي حاجه اسمها الايه؟ الاكتوال في حاله الايه؟ الريل فلو. قال لك لما تيجي تقسم الاكتوال على الثيوريتيكال هتطلع حاجه اسمها السي في، وعندك زيها حاجه اسمها السي سي، وعندك زيها حاجه اسمها السي دي. تمام؟ قال لك السي في دي هي الكوفيشن اوف فيلوسيتي. كوفيشن اوف ايه؟ فيلوسيتي. قال لك بتساوي والله الفيلوسيتي الاكتوال على الفيلوسيتي الايه؟ الثيوريتيكال. هي الفيلوسيتي اكتوال هتبقى اكبر منه ولا اصغر من الفيلوسيتي ثيوريتيكال؟ اكيد الفيلوسيتي اكتوال اقل لان انت قللت من الاتش صح؟ قال لك طيب يبقى الرقم ده اكيد اقل من ايه؟ من 1. قال لك طيب ايه هو الكوفيشن اوف كونتراكشن؟ السي دي هي كوفيشن اوف كونتراكشن. يعني ايه كلمه كونتراكشن يا جماعه؟ قال لك بص شايف الديامتر بتاع الاورفس؟ ده الديامتر بتاع الاورفس ذات نفسه. لما جم عملوا في المعمل وبداوا يطلعوا ميه من الاورفس وبداوا يحسبوا الديامتر بتاع الميه مش بتاع الاورفس لقوه اقل من الديامتر بتاع الاورفس. فاهم حاجه؟ يعني هتلاقي ان الاورفس بتاعك عامل كده، ده الاورفس بتاعك ومطلع ميه عامله كده. فهتلاقي الديامتر بتاعك بقى ايه الحته دي؟ ده الديامتر الاكتوال، واللي بره ده الديامتر الثيوريتيكال. اديني سبب، اديني سبب لتاخيرك. قال لك الكوفيشن اوف كونتراكشن ده يا باشمهندس هو بيساوي الاريا اكتوال على الاريا ايه؟ ثيوريتيكال، وبرضه هيطلع اقل من ايه؟ من 1. الاريا بتاعت مين؟ بتاعت الاورفس اللي هي باي على 4 في الدي سكوير صح؟ قال لك طيب السي دي ده بقى مين السي دي؟ قال لك كوفيشن اوف ديسشارج. هو الديسشارج كان بيساوي ايه في ايه؟ الاريا في الفيلوسيتي، يعني هيساوي
الكوفيشن اوف اريا في الكوفيشن اوف ايه؟ فيلوسيتي بس. حد فاهم حاجه؟ تمام؟ كل الكلام اللي انا بتكلم فيه دوت اي سيهات عندك انت شغال على الريل فلو، ما انت لازم تجيب الريل فلو عشان تجيب الاكشوال هنا والاكشوال هنا وبرده الاكشوال هنا. يعني دي برده يا جماعه بتساوي الكيو اكشوال على الكيو ايه؟ ثيوريتيكال برده. فاهم حاجه؟ يعني لازم تشتغل على الريل فلو، لازم تشتغل على الايديال فلو وتبدا تقسم الاثنين على بعض. حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله في دي؟ ديت هي حاله الاورفس. اه اللي فوق ما هو هيتحرك طبعا. يعني بص اللي فوق دوت بيسمى اتش، والمفروض عندك لما تكبري شويه وتاخدي ماجستير هتقولي ان الفيلوسيتي اللي فوق دي مش بزيرو، هتلاقيها بتساوي دلتا اتش على دلتا تي، الهايت بتاعك على التايم، وبتاخدها في الاعتبار انها مش بزيرو. بس احنا عشان نسهل الموضوع قلنا احنا هنهمل الفيلوسيتي لانها بتنزل بريت قليل قوي 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 نتيجه ان التانك بتاعك كبير جدا. ولكن اللي بتتكلمي فيه صح جدا. بيقول لك والله يا باشمهندس انت عندك اورفس، الاورفس ده الديامتر بتاعه ب 10 سم، وبيقول لك اندر هيد 12 متر. كلمه اندر هيد يعني الاورفس فوقيه هيد ب 12 متر، يعني دي الاتش على طول. تمام؟ قال لك بدات اجمع فوليوم قيمته 13.6 متر كيوب في 3 دقائق. جمعت فوليوم في تايم، الفوليوم على التايم ده مين؟ الكيو صح؟ يبقى من هنا يا باشمهندس انت تقدر تجيب على طول الايه؟ الكيو اللي هي بتساوي الفوليوم على التايم. ودي انت ما عندكش فيها مشكله، هتقول له والله 13.6 على 3 دقائق في كام؟ في 60 هتطلع بتساوي كام؟ قال لك هتطلع بتساوي 0.0755 متر كيوب بير سكند. الفكره مش في كده. الفكره انا عندي سؤال ليك، الكيو دي اكشوال ولا ثيوريتيكال؟ ليه؟ قال لك هو مديك فوليوم اتجمع فيه في تايم معين، يعني حاجه عمليه يا جماعه، يبقى على طول الكيو بتاعتك دي ايه؟ اكشوال. حلو قوي. قال لك وفي الغالب في الامتحان لما يجي يسالك في السي دي والسي في والسي سي قال لك اول ما يديك حاجه على طول بتبقى الاكشوال. فاهم؟ طيب جبت الايه؟ الكيو اكشوال. هو عاوز ايه؟ قال لك والله انا عايز السي دي. باشمهندس هو السي دي ده بيساوي ايه على ايه؟ قال لك بيساوي الكيو اكشوال على الكيو ثيوريتيكال. قال لك يعني انت لو جبت الكيو اكشوال سوري لو جبت الكيو ثيوريتيكال الموضوع خلص، لان انت جايب الكيو اكشوال صح؟ هات لي الكيو ثيوريتيكال. ازاي؟ والله اورفس يا جماعه انا عندي الفيلوسيتي بتساوي الجذر 2 جي اتش، بس ده في حاله الايه؟ الثيوريتيكال صح؟ قال لك يعني هتساوي جذر 2 في 9.81 في 12 متر، وكده يبقى انا جبت الفيلوسيتي ايه؟ ثيوريتيكال. لو انت جبت الفيلوسيتي ثيوريتيكال ضربتها في الديامتر الثيوريتيكال برضه، مش معنى كده ان انت جبت الكيو ثيوريتيكال؟ قال لك يبقى معنى كده الفيلوسيتي بتاعت الثيوريتيكال هتساوي اهي، الفيلوسيتي ثيوريتيكال بتساوي 15.3 متر بير سكند. تمام؟ طيب الكيو ثيوريتيكال مش بتساوي الاريا في الفيلوسيتي؟ قال لك يعني هتساوي الباي على الاربعه في ال 0.1 سكوير في 15.3 صح ولا مش صح؟ طب انا عندي سؤال، الكيو دي هتطلع اكبر من ولا اصغر من الكيو دي؟ اكبر. لو طلعت اصغر يبقى في مشكله، ما تعيدش السؤال ده، لا عيد امتحانك بقى لان انت عندك اكيد مشاكل كتير. تمام؟ قال لك هتطلع بكام دي؟ تطلع ب 0.1205 متر كيوب بير سكند. حلو. باشمهندس مش كده ممكن اجيب السي دي اللي هي بتساوي 0.0755 على 0.1205، كل ده هيساوي 62 و 65%. 62%. تمام؟ كده جبت الكوفيشن اوف ايه؟ اوف ديسشارج. حد عنده مشكله؟ طيب نكمل. قال لك انا برضو عايز الكوفيشن اوف فيلوسيتي، عايز الكوفيشن اوف كونتراكشن في حاله ان الديامتر بتاع الفينا كونتراكتا ب 8 سم. كلمه ديامتر بتاع الفينا كونتراكتا اللي هو الديامتر اللي طلع منه الميه ده، اللي هو الديامتر اكشوال ولا ثيوريتيكال؟ اكشوال. يعني من هنا ممكن اجيب الاريا ايه؟ اكشوال. يبقى ممكن على طول اقول له انا عندي السي سي انا اعرف اجيبها بتساوي الباي على الاربعه في الدي سكوير، دي الثيوريتيكال صح؟ واللي فوق باي على الاربعه في ال 0.08 سكوير، دي بتاعت الايه؟
الاكشن، ومن هنا جبت السي سي اللي هي هتطلع بكام؟ ب 64%. حلو؟ تعرف يا باشمهندس تجيب السي في؟ صح؟ ما انت معاك اهو العلاقه اللي بتقول لك السي دي بتساوي السي سي في السي في. قال لك طيب معنى كده ان السي في بتساوي السي دي اوفر السي سي بتساوي 62.65 على 64 هتطلع بكام؟ قال لك هتطلع تقريبا 98%. شفتها اهي. يبقى انا كده جبت الكوفيشن اوف فيلوسيتي. في مشكله دلوقتي يا باشمهندس؟ فهمت الفرق بين الاكشوال والثيوريتيكال والكلام دوت؟ صور يا باشا. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ في السؤال رقم 4 ركز معايا. بيقول لك ذا فيلوسيتي اوف ووتر ان ا بايب 10 سم دايمتر. بيقول لك ان الفيلوسيتي بتاعتك في البايب 10 سم دايمتر، الفيلوسيتي بكام؟ ب 3 متر بير سكند. قال لك في اخر البايب دي ركبت زي نوزل. النوزل دي عشان تبدا تقلل الدايمتر بتاعك وتبدا تجيب الفيلوسيتي الجديده او تسرع الفيلوسيتي بتاعتك. قال لك طيب بيقول لك ان جوه البايب كان عندك بريشر، البريشر ده ب 0.7 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. قال لك هو عاوز ايه؟ قال لك والله انا عاوز الجيت دايمتر، الدايمتر بتاع النوزل، عاوز كمان الريت اوف فلو اللي هي الكيو بتاعتك اللي ماشيه، وعاوز كمان حاجه اسمها الباور. الباور اللوسز داوي تو فريكشن. مش انت عندك فريكشن هنا؟ قال لك انا عاوز بقى الباور بتاعك هيبقى بكام؟ نتيجه الايه؟ اللوسز اللي حصلت نتيجه الفريكشن بتاعتك. قول لي اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ باشمهندس انت عندك دلوقتي الفيلوسيتي دي، وعشان تبقى عارف حاجه، الفيلوسيتي دي يا عم اعتبرها فيلوسيتي ثيوريتيكال، والدايمتر ده اعتبره دايمتر اكشوال. هات لي بقى دلوقتي عايزين نطبق برنولي، ايه النقطتين اللي ممكن اطبق فيهم برنولي؟ ممكن اطبق عند البوينت دي اللي انا عارف فيها البريشر والفيلوسيتي صح؟ وهقول له والله انا عايز النقطه اللي بعد النزل على طول اللي طلعت في الهواء، يبقى دي بوينت 1 ودي بوينت 2، وهقول له والله انا هطبق برنولي ايكويشن between point 1 and point 2 صح كده؟ وهقول له دلوقتي يبقى البي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير على ال 2 جي، كل ده بيساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. وركز بقى معايا. معنى ان انا ما حطيتش في الاخر هيد لوسز يبقى انا شغال بالايديال ولا بالريل؟ بالايديال. قال لك طيب تعال نبدا نشتغل مع بعض. هي البي 1 على الجاما، البي 1 بكام؟ هو مديها لك اهي ب 0.7 كيلو جرام بير سنتيمتر تربيع، يعني 0.7 هضربها في كام؟ 9.81 حولتها لنيوتن، من كيلو جرام لنيوتن، وهقسم على 10 اس نيجاتيف 4 عشان تحول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير صح؟ كل ده هتقسمه على كام؟ 9.810. والزد واحد عند بوينت 1 بكام؟ الزد انا هحط الدوتم كده عشان يبدا يهمل الايه؟ الزد دي والزد ايه؟ دي فيها مشكله؟ قال لك طيب كل ده بلس الفي 1 سكوير. هنا اسال نفسك سؤال، هحط فيلوسيتي ثيوريتيكال ولا اكشوال؟ ما دام مفيش هيد لوسز يبقى انت شغال بالثيوريتيكال، يبقى الفيلوسيتي اللي هتحطها هنا ثيوريتيكال. هو مديك اصلا الفيلوسيتي ثيوريتيكال بكام؟ ب3 اهي على 2 في 9.81. كل ده بيساوي البي 2 بكام؟ بزيرو، يعني دي بزيرو صح؟ الفي 2 قال لك والله الفي 2 سكوير على ال 2 جي. من هنا يا باشمهندس تقدر تجيب الفي 2 صح؟ قال لك لما جيت جبت الفي 2 طلعت بكام؟ طلعت ب 12.097 متر بير سكند. وهسألك سؤال بالله عليك يا اخي، الفيلوسيتي دي ثيوريتيكال ولا اكشوال؟ اكيد ثيوريتيكال لان مفيش هيد لوسز صح؟ حلو. قال لك يبقى انت جبت دلوقتي الفيلوسيتي اللي بعد الايه؟ النزل. قال لك طيب مش تقدر دلوقتي يا باشمهندس تجيب الفيلوسيتي ولكن اكشوال؟ قال لك ازاي؟ والله هو مديك السي في اهي مديها لك في السؤال. يعني ممكن تقول له دلوقتي ان الفيلوسيتي اكشوال بيساوي 0.98 في الفيلوسيتي ثيوريتيكال صح؟ كل ده لما تيجي تجيبها هتساوي 11.86 متر بير سكند. في مشكله؟ هو اقول هو مش قايلها، عشان كده قلت لك اعتبرها دي في الفيلوسيتي ثيوريتيكال، واعتبر ان دي الدايمتر اكشوال. تمام؟ ايه؟ هتشوف دلوقتي لان انا هساوي الكيوهين ببعض. تمام؟ طيب تعالى مع بعض يا باشمهندس نقول له الاتي، انت محتاج الكيو هنا صح؟
هتقول له والله دلوقتي انا عاوز الكيو، مش ممكن تقول له ان الكيو 1 بتساوي الكيو 2 صح؟ يعني الاريا 1 في فيلوسيتي 1 بتساوي الاريا 2 في فيلوسيتي 2. طيب الاريا 1 بكام؟ اهي باي على الاربعه في ال 0.1 ايه؟ سكوير في الفيلوسيتي 1 على حسب ال 0.1 دي دايمتر ايه؟ يبقى لازم احط فيلوسيتي ايه؟ اكتوال، يبقى لازم دلوقتي تضربها في 11.86. كل ده بيساوي الاريا 2. مش معاك، انت معكش الدايمتر ده. سوري يا جماعه، دي هحطها بكام؟ 3 في ايه؟ في 0.98. تمام. طب ما ايه رايك ما ممكن نلعبها، خليها كده ماشي. قال لك كل ده بيساوي الاريا 2 في الفيلوسيتي الثانيه، الفيلوسيتي الثانيه بكام؟ 11.86. ليه انا حطيت اريا 2؟ انا محتاج ايه يا جماعه؟ انا محتاج الدايمتر بس صح؟ قال لك طيب يبقى معنى كده يا باشمهندس هتجيب الاريا 2 هتطلع بيه ماشي، مش موجوده عندي، ومنها تجيب الايه؟ الدايمتر. في مشكله؟ في مشكله في المثال؟ قال لك طيب انت كده جبت الدايمتر بتاع النوزل اهو اللي هو الجيت دايمتر. طب الريت اوف فلو الكيو اهي يا باشمهندس، ما هي الكيو دي هي الكيو دي هي الكيو اللي طالعه صح؟ يبقى انت كمان جبت الريت اوف فلو اللي هي الكيو اللي هي بتساوي عادي باي على الاربعه في ال 0.1 سكوير في 3 في 0.98. تمام؟ طيب لو انت عاوز بقى الباور لوسز داوي تو فريكشن، الباور ده بيساوي ايه؟ نص سنتي. طيب لو انت عاوز الباور يا باشمهندس، فاكر الباور؟ الباور ده بيساوي ايه؟ افتكر كان بيساوي والله الانرجي على ايه؟ على التايم صح؟ وكان بيساوي برضو الفورس في ايه؟ في الفيلوسيتي. وفي حاله بقى الفلويدز يا جماعه بيساوي كمان الجاما في الكيو في الاتش لوسز. بيساوي الجاما بتاعت الميه او بتاعت اي فلويد في الكيو في الاتش لوسز. الاتش لوسز تعرف تجيبها ازاي؟ في الاتش ناقص الاتش. طب بس دي حاله اورفس، انا مش شغال اورفس، انت رايح فين؟ يا باشمهندس انت ممكن تطبق برنولي ايكويشن ما بين بوينت 1 وبوينت 2 بس في حاله الريل صح؟ وتحط عند بوينت 1 كل حاجه ليها علاقه بالريل فلو وتساويها هنا كل حاجه ليها علاقه بالريل فلو بلس الهيد ايه؟ لوسز، وبعد ما تجيبها تروح معوضها هنا صح؟ طيب السؤال بقى الكيو دي اكتشوال ولا ثيوريتيكال؟ الكيو لازم تبقى اكتشوال يا جماعه، لان انت بتجيب الهيد لوسز او بتجيب الباور نتيجه اللوسز، فلازم الكيو بتاعتك تبقى ايه؟ اكتشوال. اعرف اجيب الكيو اكتشوال؟ والله الاريا اكتشوال في الفيلوسيتي اكتشوال. طيب الجاما دي بكام؟ عادي 9810. في بقى مشكله، هتحط هنا الجاما ب 9810 وتحط هنا الكيو بمتر كيوب بير سكند وتحط الهيد لوسز بالمتر، هتطلع باور بالايه؟ بالوات. تمام؟ يعني لازم تحط الجاما ب 9810 الكيوب متر كيوب بير سكند والهيد لوسز بالمتر، هتطلع باور بالايه؟ بالوات. بس كده. طيب باشمهندس انا عندي سؤال ليك، تعال نلعب شويه. لو الفيلوسيتي دي انت اعتبرتها انها اكتشوال، لو انت اعتبرت الفيلوسيتي دي اكتشوال واعتبرت الدايمتر اكتشوال وقلت لي يا باشمهندس اي حاجه بيداني في السؤال هو ايه؟ اكتشوال، هتحلها ازاي؟ مديك ده وده اكتشوال، اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل برنولي بتوين 1 وبتوين 2 صح؟ وهشتغل برنولي، بس الفكره كلها ان الفيلوسيتي دي احولها لايه؟ هي اكتشوال، احولها ليه؟ ثيوريتيكال صح؟ يعني هقسمها على السي في واشتغل، ومن هنا اجيب الفيلوسيتي 2 ثيوريتيكال عادي جدا، وبعد كده هجيب الفيلوسيتي 2 اكتشوال عادي جدا، بعد كده هقول الكيو بتساوي الكيو عادي جدا، وبعد كده من هنا هجيب الاريا اكتشوال واقعد اشتغل عادي. يعني الفكره كلها تبقى فاهم، والله لو اداني اكتشوال هحولها لثيوريتيكال عشان انا هشتغل برنولي ايكويشن في حاله الايديال فلو. لو اداني ثيوريتيكال على طول خلاص هشتغل بيها ثيوريتيكال على طول. ركز معايا. اكزامبل 5 بيقول لك ايه؟
بيقول لك والله يا باشمهندس انا عندي دلوقتي شويه ميه هنا وعندي برضو شويه ميه هنا. عندي الميه دي مفتوح فيها ايه؟ اورفيس. قال لك الاورفيس دوت بياخد ميه او بيطلع ميه من التانك دوت ويدلق في التانك ده. كويس؟ قال لك هو عاوز ايه؟ قال لك والله انا عاوز الديستشارج عند الاورفيس. الديستشارج هنا بكام؟ قال لك في حاله ان انت عندك هنا في اير وفي بريشر بسالب 0.65 كيلو جرام بير سنتيمتر تربيع. هل ينفع بريشر يبقى بالسالب؟ لو انا شغال بالجيج سكيل عادي يبقى بالسالب صح؟ وانا شغال كده كده بالجيج سكيل. قال لك طيب وفي برضه بريشر هنا عند الاير ب 70 كيلو نيوتن بالمتر سكوير. قال لك هو عاوز ايه برضه؟ قال لك والله انا عاوز الديسشارج بتاع الاورفيس ومديني السي دي ومديني السي في. هاتها. اعمل ايه؟ هشتغل ايه؟ اعمل ايه؟ برنولي؟ طب ما ايه رايك يا باشمهندس تقول له ان الفيلوسيتي هنا بتساوي جذر 2 جي اتش؟ صح ولا مش صح؟ قال لك بالظبط باشمهندس انت لما جبت هنا الفيلوسيتي قلت انها جذر 2 جي اتش كنت حاطط شويه اسامبشنز. اول حاجه ان البريشر هنا والبريشر هنا يبقى بيساوي زيرو ولا هنا بزيرو ولا هنا بزيرو. قال لك طيب يبقى تعالى نشتغل برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 اند بوينت 2 صح؟ دي بوينت 1 ودي بوينت ايه؟ 2. هقول له والله برنولي ايكويشن ما بين نقطه 1 وما بين نقطه ايه؟ وما بين نقطه 2. قال لك طيب باشمهندس نقطه 1 البريشر عندها بكام؟ ايوه بالظبط. قال لك بص بقى البريشر عند نقطه 1 بيساوي 70 كيلو نيوتن اللي فوق زائد الجاما في الاتش بتاعت الاويل. حد فاهم حاجه؟ فاكرين البريشر يا جماعه في حاله الاستاتيك؟ قال لك طيب يبقى البي 1 بتساوي 70 في 1000 عشان هي كيلو نيوتن. قال لك بلس الجاما في الاتش. بس جاما مين؟ اويل ولا ووتر؟ اويل. يعني بتساوي هنا 0.8 في 9 8 1 0. كل الكلام ده هتضرب في كام؟ في 2. جبت البريشر 1 هيطلع بكام يا باشمهندس؟ مش مكتوبه ولا مكتوبه؟ مش مكتوبه. اعتبرها برقم. قال لك طيب باشمهندس تعالى بقى مع بعض نبدا نشتغل من برنولي ايكويشن بين بوينت 1 وبوينت 2. ادي اهو بلس اهو بيساوي اهو بلس اهو. قال لك البي 1 على الجاما بلس الزد 1 بلس الفي 1 سكوير على 2 جي بيساوي البي 2 على الجاما بلس الزد 2 بلس الفي 2 سكوير على ايه؟ على 2 جي. صح ولا مش صح؟ قال لك طيب البي 1 يا باشمهندس على الجاما، البي 1 بكام؟ بالرقم صح؟ فانا هقسم الرقم ده على الجاما. الجاما اويل ولا ووتر؟ ليه يا عم؟ ما هي عند الاويل اهي. قال لك يا باشا انت شغال ما بين ووتر ووتر، خلاص الاويل دلوقتي انساه. الاويل بس كان هدفه تجيب البريشر بتاعك. فقال لك هتقسم على 9 8 1 0. قال لك بلس الزد 1 بكام؟ قال لك تعال نديتم، تعال ناخد الديتم هنا. ده الديتم فيها مشكله؟ يبقى معنى كده ان الزد 1 بكام؟ ب5 اهي. طيب الفي 1 سكوير على 2 جي بزيرو، الفيلوسيتي هنا بزيرو. قال لك طيب كل ده بيساوي البي 2 على الجاما، البي 2 بقى بكام؟ اهي اهي والله بسالب 0.65 هضربها في 9.81 وهقسم على 10 اس سالب 4. صح ولا مش صح؟ عشان هي كيلو جرام بر سنتيمتر تربيع. كل ده هقسمه على 9.81 ايه؟ 0 بلس الزد 2 من اول النقطه دي لحد تحت بكام؟ ب3 اهي بلس الفي 2 سكوير على ال 2 جي. من هنا يا باشمهندس تعرف تجيب الفي 2؟ صح؟ قال لك طيب هجيب الفي 2 هتطلع بكام؟ اكيد جايبها اهي 19.93 متر بير سكند. فيها مشكله؟ وهو قال لك اصلا ان الاورفيس دوت الديامتر بتاعه بيساوي 5 سم. تعرف يا باشمهندس تجيب الكيو؟ خلاص بقى الموضوع بسيط. هتقول له ايه يا باشمهندس؟ هتقول له والله دي الفيلوسيتي 2 ولكن الفيلوسيتي 2 دي يا باشمهندس ثيوريتيكال. هقول له والله هجيب فيلوسيتي ايه؟ اكشوال هي بتساوي كام؟ 19.93 في السي في بكام؟ ب 0.98. قال لك دوت لما تجيبها هتطلع بيه 19.53 متر بير سكند. قال لك طيب باشمهندس انت جبت الفيلوسيتي اكشوال، ممكن تجيب الكيو اكشوال بيساوي الباي على ال4 في ال 0.05
سكوير، كل دوت في 19.5. الثلاثه الجميله هتطلع بكام؟ بال 0.039 متر بير سكند. السؤال بقى يا باشمهندس دلوقتي، والله يا باشمهندس هنا انا جبت الكيو اكشوال باي على 4 في 5 سم تربيع في الفيلوسيتي. فيلوسيتي ايه؟ اكشوال. طيب باشمهندس هو ال 5 سم دي اكشوال ولا ثيوريتيكال؟ والله على حسب. لو قال لك الدايمتر بتاع الاورفيس على طول تبقى ايه؟ ثيوريتيكال، صح؟ قال لك لو قال لك الدايمتر بتاع الفينا كونتراكتا يبقى اكشوال. هنا هو قال لك الدايمتر بتاع مين؟ الاورفيس على طول. يبقى معنى كده ان دي صح ولا غلط؟ قال لك غلط، ما ينفعش تحط الفيلوسيتي ايه؟ اكشوال، لازم تحط الفيلوسيتي ثيوريتيكال اللي هي 19.93. والله بعد ما تجيب الرقم دوت تقول له والله ساعتها بقى الكيو دي هتبقى كيو ثيوريتيكال، ها؟ والله ساعتها الكيو اكشوال بتساوي ال 0.6 في الكيو ايه؟ ثيوريتيكال، وتجيب الرقم هيطلع ب 0.0234 متر كيوب بير سكند. حد فهم حاجه؟ تمام؟ يبقى خلي بالك على طول ان دايمتر اكشوال ولا ثيوريتيكال. تمام؟ طيب باشمهندس ده اول مطلوب، يعني كل ده في مطلوب واحد. المطلوب الثاني بقى قال لك بعد ما الميه نزلت بروجكتايل مقذوفات، هات لي اللينس من اول ما نزلت لحد هنا. اللينس ده بكام؟ مين؟ هقول لك دلوقتي. تعال ناخد ده بس على كبير فوق. قال لك دي بدايه الميه. الميه دي ماشيه كده بالشكل الجميل ده. هو عاوز اللينس ده بكام؟ ووالله مديك دي ب 2 متر، ووالله انت عارف ان في فيلوسيتي هنا بتساوي كام؟ العب على الاكشوال، ها؟ خلاص كله على الاكشوال 19.53 متر بير سكند. وانت كنت خدت في اعدادي هندسه البروجكتايلز، صح؟ كان بيقول لك ايه؟ كان هو قانون واحد بتعوض فيه لو انت فاكر. قانون نيوتن كان بيقول ايه؟ الديستانس بيساوي الفي نوت تي بلس نص الاي تي تربيع. فاكر الكلام ده؟ ايام الزمن الجميل. قال لك السرعه الابتدائيه في التايم بلس نص الاكسلريشن في التايم سكوير. وهنا يا باشمهندس انت عندك تو كومبوننتس للدي. قال لك والله انا هجيب الدي اكس وهجيب الدي ايه؟ واي. قال لك الدي اكس من البوينت دي للبوينت دي، الدي اكس الديستانس بكام؟ ب ال بتساوي الفي نوت بكام؟ في حاله الاكس 19.53. التايم عارفه؟ مش عارف ولا تايم ولا حاجه، زائد نص الاكسلريشن في التايم سكوير. الاكسلريشن في اتجاه الاكس بكام؟ بزيرو اكيد. هنا يا جماعه انت معرض للهواء الطلق فما عندكش غير الجرافيتي اكسلريشن، فانت عندك الاكسلريشن هنا بكام؟ بزيرو. بقى عندك دي اول علاقه. العلاقه الثانيه بتقول لك الدي واي المسافه من النقطه دي للنقطه دي في اتجاه واي بكام؟ ب2 بتساوي الفي نوت تي. الفي نوت في اتجاه الواي بكام؟ مفيش، انت بدات في اتجاه اكس فمفيش اهو، زائد نص في كام؟ الاكسلريشن في اتجاه الواي. قال لك 9.81. كل ده في التي سكوير. مش من هنا يا باشمهندس تعرف تجيب التايم والتايم تضربها فوق تجيب اللينس، صح؟ قال لك التايم بيساوي 0.639، ومن هنا هتعوض فوق وتجيب اللينس بتاعك بيساوي 12 تقريبا ونص متر. انت عارف انت مش عارف انت متخيل ولا لا يا جماعه الارقام، بس الفيلوسيتي ب 19 متر بير سكند ده رقم كبير جدا. بدا من هنا ودى 12 متر قدام، فاهم؟ فالموضوع كبير يعني مش صغير. في مشكله في حته البروجكتايل يا باشا؟ احفظ بس قانون نيوتن ده.